اليوم وياكم راح نجرب العاب المزح والعاب الخدعه. اول واحد طبعا هذا قلم اعتيادي نقدر نشوفها. طبعا يكتب مثلا اشتراك طبعا، ولكن اذا نريد نضغط هذا هاك مثلا انطيت لصاحبي، يلا شنو بها كهرباء نتله، بها نتله دقيقة منها، بها نتله. هو تقريبا من الالعاب المزح القديمة، ولكن حاليا طلع جديد ولا كان يعني مزح. هذا اول واحد. ثاني واحد عندنا هذا، طبعا هو مثل كيس الحبوب. كم واحد طبعا صاير غلط. طبعا هيك نقدر نشوف. طبعا صالدم. هو شلون يستعملونها؟ طبعا يخلونها للفم ويطق. نقدر نشوف دقيقة نفس الورقة. طبعا هيك بالحلق بس تضغط عليها ويا الاسنان. ايه شنو صار؟ الله اكبر. طبعا يصير مثل دم. طبعا لونها كلش حقيقي تقريبا. ايه ايش نقدر نشوف التالي. طبعا هذا ذرة شامية او مبين يعني كلش واضح انه شامية ما بيها اي شيء، ولكن هاك صاحبي اخذت لك. ما افتحها. اول مرة سويت مو حلو كان؟ اي والله. لا ما يخاف، اكل يلا. ما شو ينفتح؟ مو هيجي. اوكي هذا طبعا شنو مقصده؟ طبعا هذا مثل نقدر نقول حية او ثعبان، صح؟ يعني. وبهذه الطريقة يطلع ويخوف المقابل. التالي هو خاف، هو كان طبعا تالي هذا هو. هذا شنو؟ طبعا هذا كلش حلو. طبعا هذا اعتقد شفتوها ومو جديد، فتشي جديد. مثلا اخذت هدية. انا اخذته. اي هو اخذ لي. اي دقيقة يلا جي افتحها بهذه الطريقة. من تفتحها راح يطلع عنكبوت. طبعا هذه الالعاب مو يعني مزح حلو، وانما يخوف اكثر بهذه الطريقة. هو مزح يعني يخوف. اوكي التالي طبعا هذا اعتقد كل شافها، ما اعتقد احد بقى ما شافها، وهو فصل. هو سكين بلاستيك او مثل نقول لعبة. اي مثل لعبة. تالي لا هاك انت جرب. طبعا التالي هو سراسر او صرصر نقدر نقول. فحرفيا كلش حقيقي. شلون يصير حقيقي؟ طبعا بهذا الشكل راح يخوف المقابل حرفيا. اذا يعني وغرفة كان مظلم، من يفتح الضوء يصير كلش حلو. تالي عندنا هذا شنو؟ نفس الشيء مثل نتالة، ولكن هالمرة هيجي تخلون هذا هنا او بهذا الشكل. مو انت شوف لنا بهذا الشكل وراح نسلم. من تسلم حار بالت وراح يضرب نتله. تالي طبعا عندنا هذا. طبعا هذا شنو؟ هسه نفتح. تقريبا مثل اللزقة. اي مثل اللتكش جروح، ولكن مزح مو جروح حقيقية. اكو انواع هيك نقدر نشوف. شوف فد كم واحد. وهذا ثلاثة عندنا. هو هذا شوية اكثر حقيقي. شلون نجربها؟ طبعا بعد تجارب هواي طلع هذا ما نعرف نستعملها او كذب. مهم بهذا الشكل كان. تالي طبعا كل هذا التنظيف علينا، هو لازم بعد الفيديو كلها ننظفها.
طبعا شوي ننتقل للالعاب الخدعه، كافي العاب المزح ولكن باقي بعد. هذا شنو؟ نفتحها. هذا يا طب لون، يا لون أزرق. الزمها، يا لون ازرق. ازرق جيبه. نخليه هنا ونقول ابرا كدابرا، صح؟ يا لون يصير احمر. احمر. هسه ننطي وتجرب. يا جرب. وش سوى؟ اي لا لازم بس. تقول مو ابلا كدابرا، ما يحتاج. مو لازم، لا عبرتك. ما يحتاج كمل. يلا ما يصير. هسه اقول خلاص كافي. هسه اقول شلون صار هذا اللعبه. هو طبعا اكو ميكانيكي بسيط، وهو هذا الشيء شنو يفيد؟ هذا الشيء اكو هنا فتحات، يضغط الثاني. هسه نشوف، شوفوا احمر ما يصير، لازم يجي يصير. حتى من انطيت الها سواه عكس او شافها واني عرفت يا اتجاه وخليته وما عرفت شنو صار. هسه من نخلي هذا الجهه، شوفوا صار ازرق. ومن تقول ابرا كدابلا هو من طلع راح يصير ازرق. ومن تخليه شيء ما يصير بعد الا بهذه الطريقه. ومن نخلي هذا طبعا ما حد بعد ما يعرف. ابرا كدابلا. التالي هذا هو طبعا كلش حلو. هذا طبعا هذا شنو؟ تقريبا جيجاي. ايه مثل وابيض. راح شنو نسوي؟ نخلي ماكو اي شيء، صح؟ ما في شيء. نخلي ونقول 1 2 3 ابرا كدابرا، وصار 3 قطع. وهسه نرجعها لقطعة واحد. شلون يصير؟ نخليها بهذه الشكل. نقول 1 2 3 ابرا كدابرا، وراح يرجع قطعة واحد، صح؟ لا كان. شلون صار هذا القطعة؟ من نخلي هذا هنا، هو هذا يبقى هنا، ولكن يدخل هذا الشيء. شوفوا من تصير سريع ما تشوفه، ولكن بالبطيء نقدر نشوفه. هو مكون من 3 قطع وقطعة واحد اضافي بهذه الطريقة. وراح من نخلي هنا وهذول هنا راح يصير ابرا كدابرا 3 قطع، قطعة واحدة. تالي طبعا هذا كلش حلو. اكو شيء؟ لا ماكو، تقريبا ماكو. 1 2 3 ابرا كدابرا. هو طبعا هذا كلش سهل. هو هذا تخليه هنا. طبعا هو شنو راح يسوون؟ يصبغون هذا المكان اسود مثل مغناطيس اكو، اي حتى ما يبين كل شيء. وبس مجرد هنا هم اكو مغناطيس قطعه بداخل هذا البلاستيك، ومن تخلي قطعتين مغناطيس راح يصير بهذه الطريقه، ومن ترجع بهذه الطريقه بكل سهوله رجع ابرا كدابرا. التالي طبعا هو هذا عندنا قطعة طوبة، وهذا السيستم، وهذا قبق. نخليه هنا، صح؟ ابرا كدابرا راح يطلع طوبة واحدة، وهذا جارنتي. نخليه هنا او نذبها، ما نخليه هنا، صح؟ نخليه هنا. نقول ابرا كدابرا. مبين شلون؟ قطعة زايد. اي قطعة زايد، بس بهذه الطريقة ما يبين. نرجع الطوبة. طبعا شلون يصير هذا كلها؟ طبعا نخلي هذا الطوبة هنا، وهذا مكون من قطعتين. هو هذا من يصير يجي يبين قطعة واحدة، ومن نخليه هنا ما يبين اي شيء. من نرفع هذا الطوبة ونرجع هذا مكانه ويطلع. التالي هذا كلش حلو. دقيق.
طبعا هذول كتالوج هذول ندبها، نجي نخلي هذا بمكانها. طبعا هذا نخليها دقيقة بهذه الطريقة. شوفوا انت هم شوف، او هيك اخليه، اضغط اكو سكينة نزل ولكن ما قطع ايدي. هالمرة انت جرب بس، لكن لا تضغط هواي. تمام؟ ايه لا تضغط هواي، لا تضغط يا اخي، لا تضغط. ما جاي ينزل. ليش؟ هسه نجربها بشي مثلا ورقة دقيقة او كارتون. نجرب على كارتون بهذه الطريقة. اخف طبعا من اليد، احتمال مثلا ينزل. لا إيه. ما ينزل، راح يقص او ينكسر. ما يعني ما يقص ولكن ينكسر هذا، ولكن اني بهذه السهولة ما يقص ايدي. هسه نفهم هذا شلون راح يصير. هذا عندنا هنا السكين، من نخلي ايدنا او من نرفعها ونخلي ايدنا ما ينزل سكين، يلزم سكين ينزل على ايدنا بالضبط، ولكن من نخلي ايدنا ومن نرفعها سكينة يطغي ايدنا ولكن ينزل بهذه الطريقة. وهذا واحد من الالعاب او الاغراض المخدعين. هالمرة انت جرب نشوف. وين؟ جرب. اي شرحت بهذه الطريقة، ولكن من ترفعها وتخلي يدك ما ينزل، مستحيل. هذا لك. طبعا التالي، طبعا هذا اعتقد شفتوها، مو فد شيء جديد. هذا ما يحتاج. وهذا طوبين اسفنجية، وهو افتح يدك مثلا نقول هذا بيدنا واحد الي، واضغط دقيقة مو يجي. جيب واحد الي واحد لك، صح؟ صح. دقيقة. طبعا المخادعين راح يسووها كلش سريع، اني مو مخادع شيء اكيد. بهذه الطريقة راح يسوي مثلا يجي، راح يكون دقيقة، اضغط افتح يدك ابرة كدابرة 2 ساعة بهذه الطريقة. يعني اعتقد شايفينها صح؟ ايه شايف. التالي هذا طبعا فترة من الفترات صار كلش مشهورة. طبعا هذا طبعا المخادعين شنو راح يسوون هذا اصبع نفس اللون الاصبعهم، وراح يكون اكثر احترافية. طبعا هذا مو هالقد احترافية، حتى لون يبين يعني كلش. اللي تذكرون هذه الفيديوهات هسه اخليها. طبعا هذا شلون راح يصير. مثلا هذا التبيج صح؟ ايه تيجي هوب لزمتها، هم هوب لزمتها. اي بهذه الطريقة يعني حلو، ولكن يبين كلش. هو هذا مشكلته. مثلا هوب لزمت بهذه الطريقة يعني يعني نكمل التالي. ننتقل شوية للألعاب المزح أو أغراض المزح. طبعا هذا هو اللسان. طبعا مشكلته الوحيد هو رائحة بلاستيك بها كلش هواية يعني، ولكن يعني كلش حقيقي من من لمسه. بهذه الطريقة يعني تخلون بالفم، ومثلا تخلونه للباب. هذا هم صار ترند فترة من الفترات، ولكن مو هسه، ولكن هم شقة حلو صح؟ مثلا تخليها للفم، ومثلا مسمار مثلا تخلي او للباب او ويا السكين، خوف ناس كذا كل شيء تقدر تسويها. التالي الله، طبعا هذا كلش حلو. طبعا اعتقد تعرفون هذا شنو. واحد اي دقيقة، مو هسه هذا بالاخير، لان راح نفجر هنا. هذا تعرفون هذا شنو صح؟ بالاخير هذا. طبعا هذا شنو؟ طبعا خلي طبعا هذا شنو؟ هو بيض لكن بلاستيك. شنو تقدر تسوي يعني؟ تجيب بيض حقيقي وتلعب ويا صاحبك، ولكن لازم يصير بيض يعني مشابه لهذا. مثلا تقول شلون نلعب، نضرب البعض صح؟ مثلا
ما يصير ما يأذي اصلا، انت مضبط. ولكن انت شو تسوي؟ راح تسحب البيض الحقيقي من يمك وتضرب على راسه. انا اريد اسويها ولكن ما يحتاج، صح؟ ما يحتاج. ما يحتاج. هذا لعبة مزح حلوة. التالي طبعا التالي عندنا هذا هم نتالة. هذا كم نتالة مشترين يا خاطر الله. طبعا هذا من التالة. مثال انا اجرب. اي هاي جاي اعطيها عليك. يلا مثال. نسحبها طبعا. اي بهذه الطريقة. لا كافي جربنا لا لا. جربنا. التالي هذا من التالة. التالي اوكي. حتى نتالة ما يريد يوقفنا. كافي كم شركة جربنا. طبعا هذا مو بس مزح، يعني هذا مو فد مزح زين. هذا شنو؟ هو عبارة عن مادة يخلي جسمك بس يعني يحتاج يفرك هيك بهذه الطريقة. هو هذا يعني مو مزح فد شيء زين، ولكن احنا نقدر نستعملها بالمستقبل بالفيديوهات اللي يصير بها جزاء. حلو. التالي طبعا هذا هم صار فترة من الفترات ترند، هم من الالعاب المزح. طبعا شنو بيها؟ طبعا بيها ثعلب، ثعبان. طبعا حقيقي، مو يعني فد كلش حقيقي ولكن يعني يبين حقيقي. شنو هو اللي يخلون يعني مثلا على ملابس من ورا، وهذا هذا اللاستيك كلش شفاف ما يبين ويركض وهذا يجي وراه. هذا اعتقد شفتوها صح؟ ليش شايفين؟ لان صار ترند ذب. التالي ولكن هالمرة ننتقل للالعاب شوي للخدعة. مو احلى؟ يلا ننتقل هذا بس تعرف هذا قطعة صغيرة ليش هالقد مغلفينها ما اعرف. مهم. طبعا هذا شنو؟ حجر نرد كبير صح؟ ولكن اذا ابرا كدابرا صار صغار ولكن اربح، ولكن هذا وقع مو جودتها زينة. طبعا هذا شلون صار؟ بهذا الشكل صار من كبير 4 صغار. هذا شلون صار؟ هسه نفهم. نجيب نخلي 4 نلدات صغار داخل هذا الكبير، وبهذه الطريقة نخليها داخل. وهنا اكو مادة مثل لصق، هيك لاصقة مثل لاصقة ولكن خفيف مو كلش قوي. من تسويها ابرا كدابرا راح كبير يبقى فوق وصغار ينزلون. تالي طبعا هالمرة ننتقل شوي للالعاب المزح. طبعا هذا شنو؟ قطع بلاستيكية او مثل هذا. افتحها. شلون راح يصير هذا المزح؟ طبعا بهذه الطريقة. مثلا اضرب على يدي فد بوكس، ما اعتقد صوت طلع واضح. مثلا بهذه الطريقة شوفوا. التالي طبعا هذا شنو؟ هذا من العاب المزح. شنو؟ طبعا نخلي هنا مي بهذه الطريقة، مي نخلي، وهذا نلبسها مثل محبس مثلا بهذه الطريقة. ما جاي يصير على اصبعي. ما يصير على اصبعي، ولكن مثلا قاعد يم صاحبي او يم فد شخص. طبعا مو مزح عام ما يصير تسوونها، ولكن صاحبي شلون اسوي؟ مثلا اقعد هيك واذب منه مي ويذب. يعني اعتقد هذا شفتوه مسدس مال ماي، وهذا هم صار ترند وما ناخذ منه الوقت. التالي طبعا هذا شنو؟ طبعا هذا صار ترند ما راح اجربه هواي، وهو هذا اللي محبس يطير. طبعا اكو هنا هم خيط شفاف كلش، وهذا محبس راح يصير هنا ويصير عبالك يطير. ما راح اجربها. التالي طبعا عندنا هم لعبة مزح. طبعا نحضرها دقيقة. شنو هذا بمقص؟ نسويها بهذه الطريقة. مثلا كم عدد؟ مثلا 4 عدد صح؟ وراح نرفع هذا وراح نخلي هذا هنا. نقول طبعا هذا مو صار 4
طبعا هذا مو صار 4 قطع، نقول ابرا كادابرا وراح يصير قطعة واحدة، ولكن مو نفس الرقم لان ما عندي نفس الرقم 2 على مود هذا ما صار، ولكن بهذه الطريقة بنقدر نسوي التالي. طبعا عندنا هذا القلم، هذا قلم شنو يفيد؟ طبعا نفتحها، فد مكان ورقة مثلا هذا بطاقة احمر، نقدر نكتب، تقدرون تشوفون كتابة صح؟ نحتاج فد 10 دولارات او ورقة، هذا هو 10 دولار. طبعا راح يصير قلم بهذه الطريقة، وراح نقول طبعا هو لازم ورقة يعني او فلوس راح يصير بها ثقب، ولكن ابرا كادابرا قلم صح وهذا صح. شلون صار هذا الخدعة؟ نفهم. طبعا من كتبت بهذه الجهة، مو هذه الجهة، هذا الجهة يكتب مثل ما هو، ولكن هذا الجهة ما يكتب، والسبب هذا مغناطيس مو اصلا قلم جاف. شلون يصير خدعة؟ نخلي قلم جاف بهذه الطريقة، وراح من نفكها، ما نفكها هيك، راح بس بسرعة راح اسويها بهذه الطريقة هيك، بهذه الطريقة. التالي طبعا عندنا لعبة مزح هالمرة، هذا شنو؟ هذا اعتقد شفتوه صار ترند صح؟ طبعا هالفيديو مشاركته مو كلش هواية قليلة، راح انطيها 2 من 10. وتعبان على الموضوع، حتى مشاركتك اليوم مو زين. المهم نرجع، لا شك. طبعا نرجع، هذا شفتوه اعتقد صار ترند. شلون نستعملها؟ طبعا دقيقة نجيب فد شي، طبعا هذا تقدرون مثلا تتخيلونها جام، سجاج سيارة، اي شيء. طبعا نفتحها دقيقة بهذه الطريقة. الزم حبيبي. طبعا بهذه الطريقة راح يصير. طبعا هو لازم تسويه بأكثر احترافية، لكن أنا هيك سويته. التالي طبعا هالمرة لعبة خدعة. طبعا نخلص هذا شنو؟ دقيقة. طبعا هذا فلوس ما يجي وياه هالشيء اكيد. طبعا هذا شلون راح يصير؟ نخلي هذا هنا، طبعا هذولا دم مال هذاك الشيء، اي عرفته يا هو. طبعا راح نخلي هذا هنا بهذه الطريقة، وراح نخلي دقيقة هذا هنا، وراح نغمض هيك. شوف بهذه الطريقة ايد يطلع يلزم ويدخل، بهذه الطريقة تاخذه مثل محمد. دقيقة لا بهذه الطريقة محمد. هذا شنو؟ فلوس. دقيقة بهذه الطريقة. هذا شنو يسوي؟ ايه بهذه الطريقة، يعني يسوون اكثر احترافية، ولكن انا لا. التالي طبعا هذا شنو؟ طبعا هذا شفتوه، ما اعتقد راح اجربها. اي هو هذا دقيقة بهذه الطريقة راح يدخل من الموبايل ويطلع من الطرف الثاني من هذا الشفافات. دقيقة من هذا الشفافات. التالي طبعا هذا شنو؟ طبعا هذا ما يحتاج اقول انه كلش سهل، هو بهذه الطريقة. دقيقة بهذه الطريقة، يعني مثلا تقونيك، ولكن او مثلا بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة، لكن انا ما اسويها باحتراف. طبعا بقى اخر واحد. طبعا حرفيا صار كلش هواي صح؟ يمكن أي. اكثر من 30 او 25 او 15. أكثر من اي 15. يعني التالي هو هذا مو تالي. دقيقة يلا راح نجربه. راح تعرفون شو نسوي؟ نخليه اطراف هذا، نشوف هل يكسرها لو لا. كله؟ واحد الك. لا اه على كيفك حبيبي، هو الليل مو حتى الصبح. دقيقة نخليه هذا الاطراف بالجانب. طبعا هذا شلون يشتغل هم اقولها. طبعا اكو بداخلها شيء نضغطها وراح هذا ينتفخ، بداخلها يصير هواء وراح يطق. ما اعتقد ياثر على هذا،
ولكن نجربها وبداخلها فد مادة. يلا واحد، احتمال نجرب كلها. 1 2 3 اضغط. مو هذا السرعة، ما كنا ننتظر بهذه السرعة. سريع كلش. نجرب اكثر. عندنا كم واحد؟ ايش قد وش قد؟ عندنا كلش هوايات طبعا. بس ترى اي يوسخ كل مكان. وطلع من واحد العاب هيك فقاعات صح؟ ايه بس لكن فقاعات. انت اضغط لا لا تخاف. اضغط وات؟ اتجرب؟ جيب لا جيب بس اشوف. اوكي. ما يطق ما اعتقد. بل راح يطق. يلا راح يطق على وجهنا ترى. الله اكبر. بس هاي ما طق. دقيقة بس اوبا خاف. هسه يطق هذاك. بس دقيقة يمكن على الوان يصير قوة لو لا. لا نفس القوة. دقيقة بس اسرع. ترى هاي ما طق. اي اعرف ذهبي انت هذا يلا. واني ذهبي. يلا هو وين صاير؟ بالوسط. ما جاي يطق. اوه طق. الله اكبر. والله صوتها كلش قوية. هسه يطق دقيقة. لا تحركها. يلا. هالمرة اني مالتي كلش سريع يطق. خرج عن الكادر. الله اكبر. دقيقة. الله اكبر. فجأة يطق. هذا مشكلة. اكو مثل اكو بداخلها شنو فقاعات. هذا بنجرب اخر واحد. آخر واحد. هذا 3 مو يفتح. لا جيب. لا عارف. يلا هذا. اي ازرق كلش سريع يطق. ها يلا انت اول واحد انت. لا وين راحت؟ يلا هذا واحد. لا شوف هاي خفيف. لا مالتي. هذاك طق. بس هذا ما كان قوية. يمكن مهم لازم نحركها. اي صح. ايه. يلا ضغط على هذولا. يلا نحركها. ايه سوا يلا. 1 2 3 ما يلا. الله اكبر. عرب. طبعا هسه الله اكبر. كنت احكي. طبعا هسه اعتقد جيران راح يطقون الباب يدخلون علينا ويا الصوت. المهم خلص فيديوهاتنا بهذا الشكل. طبعا كان فيديو حلو حرفيا تعبنا. هذا ما شارك اليوم 2 من 10. طبعا خلص اغراض الخدعة هو الالعاب المزح. طبعا اذا عجبتكم هذه الفيديو تقدرون تنطون لايك. وطبعا نقدر نسوي الجزء الثاني باغراض مختلفة. طبعا اذا عجبتكم فيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك والاشتراك. وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي.